تخيل انك قاعد بتتفرج على مسلسل او فيلم، مستمتع بالقصة ومتعاطف مع الأبطال، فجأة تلاقي نفسك بعد شوية شايف الحرام عادي والغلط له مبرراته، والناس الطيبين بقوا هم المملين. هنا تيجي اللحظة اللي لازم تسأل فيها نفسك، هو أنا اللي اتغيرت ولا هم اللي لعبوا بعقلي؟ ازاي الدراما بتتحكم فيك من غير ما تاخد بالك؟ التكرار. عارف ليه الحاجات اللي كنا بنشوفها غريبة زمان بقت عادية دلوقتي؟ لأن كل يوم بيتقدم لك الفكرة بطرق مختلفة لحد ما عقلك يستسلم ويتقبلها. زمان البطل كان هو اللي بيحارب الفساد ويدافع عن الحق، دلوقتي البطل ممكن يكون نصاب، قاتل، أو حتى تاجر مخدرات، بس مكتوب بذكاء يخليك تحبه، تتعاطف معاه وتتمنى انه ينجح. طب ليه؟ علشان تفقد قدرتك على التمييز بين الصح والغلط، ويبقى كل حاجة وجهة نظر. لو رجعنا للأفلام زمان هتلاقي إن العيلة كان ليها احترامها، الكبير كان ليه هيبته، الصح والغلط واضحين. دلوقتي كل القيم ديت بقت محل سخرية، وطلع لينا قيم جديدة زي اعمل اللي يريحك وانت حر، حتى لو كان اللي يريحك ده غلط. زمان كنا بنشوف في الأفلام ناس طالعة من الأحياء الشعبية ناجحين، مهندسين، دكاترة، علماء. دلوقتي المناطق الشعبية بقت مرادف للبلطجة، المخدرات، والرقص. طب مين المستفيد إن صورة بلدك تتغير بالشكل ده؟ في الأفلام زمان كنا نعرف مين الطيب ومين الشرير، دلوقتي الشرير بقى الضحية، والحرامي بقى شاطر، والمظلوم بقى ضعيف. طب انت ازاي ممكن تحمي نفسك من التلاعب ده؟ فكر في الرسائل اللي بتتكرر في كل مسلسل، ليه دايما بيتم تكرارها؟ ما تصدقش كل حاجة تتقدم لك، دايما اسأل مين المستفيد. خد بالك ان الدراما مش بتعرض الواقع، هي بتعرض واقع هم عايزينك تشوفه. الخلاصة احنا مش ضد الترفيه، احنا ضد ان حد يستغل متعتك عشان يبرمج لك عقلك من غير ما تحس. السؤال هنا، انت بتتفرج كمتفرج ولا كحد بيتشكل دماغه من غير ما ياخد باله؟